بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي ومشاهدي أوان مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد. احنا النهاردة في قرية الدلجمون، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. اتفاجئنا بالطفل الجميل ده، أو مش عايزين نقول الطفل الجميل ده، عايزين نقول الراجل الجميل المحترم ده. هنتعرف عليه ونعرف قصته. يعني راجل بيساعد أسرته. الطفل ده لسه داخل، هيخش 6 ابتدائي، عمره 11 سنة. الرجولة مش بالسن، الرجولة بالأفعال. عرف نفسك يا يوسف للسادة المشاهدين. علي صوتك. يوسف عندك كام سنة يا يوسف؟ طيب انت بتبيع ايه؟ علي صوتك عشان بقى السادة المشاهدين تسمع صوتك. رز بلبن. رز بلبن. دلوقتي انت بتبيع الواحد بكام؟ 7 جنيه. طب مين اللي بيعمل لك الرز بلبن وبتنزل تعمل ايه؟ احكي لنا القصة. ماما بتعمله لي وانزل. والدتك بتعمل لك الرز بلبن وبتنزل تبيعه. طب بتوفق ما بين شغلك ده ودراستك ازاي؟ الاجازه بطلع في الاجازه. وفي الدراسة؟ الدراسه بطلع في الاجازه، يعني في الوقت الفاضي بتاعي. في الوقت الفاضي بتاعك بتوافق ما بينه ما بين دروسك ازاي؟ بتذاكر ازاي وبتطلع؟ يعني انت بتقول ان انت بتذاكر وبتطلع برضه تشتغل. باجي من الدروس بتاعتي واخلص الدروس واخلص المذاكره، كل يوم يعملوا لي واكون طلعت بيه. طيب انت بقى المدرسين او الناس اللي هم جيرانك والناس دي، لما بيشوفوك بتنزل تشتغل تساعد اهلك، بيكون رد فعلهم ايه؟ يعني ايه رأي الناس فيك؟ يعني لما المدرس بتاعك بيعرف ان انت بتنزل تشتغل علشان تساعد اهلك، بيقول لك ايه لو حد من المدرسين او زمايلك؟ يعني في حد من المدرسين شكر؟ يعني انا قصدي كده يا يوسف. ايه رد فعلهم؟ قالوا لك ايه؟ شكروك وقالوا لك ان انت كويس. انت راجل وارجل من ناس كتير يا يوسف. طيب معانا حد من اهالي القرية عاوز يقول رأيه في لما شاف يوسف كده بيشتغل وبينزل يلف يبيع الرز بلبن. ايه رايك في نموذج زي ده؟ ايه رايك؟ ما شاء الله، يعني هو احسن من شباب كتير، قاعد على القهوه مستني فرصه كويسه، مستني بيدور على حاجه. هو خد الخطوه دي بدري قوي، يعني ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له. يعني انت تقول ايه؟ يعني توجه رساله للشباب اللي في سنك واللي اصغر منك واللي اكبر منك كمان، تقول لهم ايه لما يشوفوا يوسف قدوه لينا؟ ناخد يوسف قدوه لينا ونرضى. يعني دلوقتي لو شاب جاله فرصه عمل مثلا يعني بعائد مش يرضيه، بيقعد في البيت، ما بيعملش زي يوسف. يعني لو قاعد يلف في الشارع حاجات بسيطة، بس أحسن من قعدته في البيت. وكمان يعني بيساهم وشايل مسؤولية من صغير، وهو صغير، وما شاء الله مثال يحتذى بيه في أي موقف، يعني ما شاء الله عليه. طيب أنا من خلال موقع أوان مصر تحب توجه رسالة للأهل وتقول لهم إيه؟ والله أقول لهم يعني ما شاء الله تسلموا إن أنتوا خلفتوا راجل كبير مش طفل صغير. يعني ده راجل كبير يعتمد عليه في سنه مبكر، من سنه كده يعتمد عليه قوي يعني. وده فخر لاي حد، فخر لاي اسره، وامان لاي اسره. طفل صغير كده وشايل المسؤوليه، يبقى امان ليا وامان لاسرتي كلها. طيب معانا الاستاذ عيسى. استاذ عيسى ايه بقى؟ عيسى الخصاوي. ايه رايك في نموذج زي ده يا استاذ عيسى؟ طبعا نموذج مشرف جدا للطفل. مش عايز اقول طفل، هو راجل مش طفل، راجل يعتمد عليه ونموذج مشرف ومحترم. وانا لفت انتباهي يوسف اكتر من مره، طبعا مش النهارده بس، اكتر من مره بيتردد في اكتر من مكان
نموذج مشرف جدا طبعا، والواحد يتمنى لو ابنه يطلع راجل زي كده. حاجه مشرفه جدا طبعا. أنا لفت انتباهي اكتر من مره، وانا اتبسطت جدا بيه، لان راجل بيعتمد عليه وسط اهله وكلام من ده. شخصيه مشرفه يعني، شاب محترم. انا عايز اسالك سؤال هادف، انت لو عندك بنت وجالها شاب زي يوسف كده، وانت عارف وعارف ان يوسف من صغره وهو شغال كده، طبعا انا عارف سؤال حضرتك. طبعا هديها ليوسف، مش هديها لحد يكون نايم واهله بيصرفوا عليه ولا الكلام ده، لان يوسف شاب طموح، شاب عايز ياكل عيش بالحلال وبيجري وبيسعى، مش عايز يقعد ولا الكلام ده، فاهمني؟ بس فهو من الشخصيات طبعا لفت انتباهي اكتر من مره، وشخصيه محترمه جدا وبيسعى لاكل عيشه ورزقه، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرزقه. واتوقع ليوسف واتمنى له ان هو يبقى حاجه كويسه جدا في المستقبل باذن الله، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وده طفل واخدها من صغره شقه وتعب، وربنا هيكرمه باذن الله. واتوقع واتمنى ليه حاجه كويسه جدا في المستقبل باذن الله. طيب انت بتشوف، معلش السؤال الاخير لحضرتك، انت لما بتمشي هنا في البلد في قريه الدلجمون، بتشوف نظرات الناس، يعني اكيد شفت بعض نظرات الناس او تعليقات الناس على يوسف. انت طبعا شفت يوسف اول ما دخل لفت انتباه كل الناس، وكل الناس ندهت على يوسف، لان يوسف مش اول مره يدخل المكان. انا شايفه كذا مره، انا بقعد هنا على طول وشفته كذا مره تردد على المكان اكتر من مره، فالناس كلها لفت انتباهها يوسف. تمام. زي طفل، انا مش عايز اقول طفل انه راجل، بيدخل وبيسعى لاكل عيشه وبيجري على اكل عيشه، والناس كلها لفت انتباهها، وقعد مع اكتر من حد لفت وجذب انتباهه. ازاي يوسف الاطفال اللي زيه بيلعبوا في الشارع، واحد طفل زي كده بيجري على اكل عيشه وبيساعد اهله. شخصيه محترمه جدا طبعا، واتمنى واتوقع ليه حاجه كويسه جدا في المستقبل باذن الله. متشكر جدا لحضرتك وشرفتنا على وان مصر. يوسف، سؤال اخير ليك يا يوسف، نفسك تطلع ايه؟ نفسك تطلع ايه في المستقبل؟ دكتور او لاعب كوره؟ اولا ربنا يحقق لك امنيتك، وان شاء الله انا متوقع لك ان شاء الله يا يوسف مستقبل كويس ومستقبل مشرق، وربنا يا رب يوفقك انت واللي زيك، وتكونوا شباب فعلا اهلك وبلدك يفتخروا بيهم ويستفيدوا منهم. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع أوان مصر في كل مكان، من هنا من قرية الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية، كنا مع نموذج مشرف، نموذج يحتذى به، طفل عمره 11 سنة لم يكمل تعليمه الابتدائي، بعد بيطلع يشتغل عشان يساعد أهله على مصاريف دروسه وعلى مصاريف دراسته. يوسف مش طفل، يوسف راجل بمعنى الكلمة. يوسف نموذج يحتذى به من الشباب والرجالة الكبيرة كمان. كان معكم من محافظة الغربية تامر البقلي، شكرا لمتابعة حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.